تحس انك بتعمل حاجة من غير ما تفكر. فجأة تلاقي نفسك مشيت في طريق معين، اخترت حاجة معينة، او حتى قلت كلمة غريبة ملهاش معنى. ده مش صدفة. الحقيقة انك مش بس عقل واعي بيفكر ويقرر، لا، جواك عالم تاني، عالم خفي ما تعرفش عنه حاجة، بيحركك ويتحكم فيك بدون ما تحس. عالم اسمه اللاوعي. بص يا سيدي، كلنا فاكرين اننا لما بناخد قرار ده بيكون بكامل القوان الإدراكية وبمنتهى الوعي مننا، لكن الحقيقة ان اللاوعي هو اللي بيحط الأساس، هو اللي بيرسم لنا الطريق، هو اللي بيدفعنا نميل لحاجة معينة أو نرتاح لحد من غير ما نفكر. ليه ساعات بتلاقي نفسك مرتاح لشخص أول ما تقابله ومن غير سبب واضح؟ ليه ممكن تدخل مكان وتحس إنك متضايق رغم إن كل حاجة شكلها طبيعي يعني وفي مكانها عادي؟ اللاوعي. اللاوعي هو اللي بيحركنا، هو اللي بيخلي حد يعشق ريحة معينة لأنها مرتبطة عنده بذكرى وهو صغير، هو اللي بيخلي حد يخاف من مكان معين وهو مش عارف ليه. عمرك سألت نفسك ليه محدش فينا فاكر هو كان بيعمل ايه وهو صغير؟ يعني هو عنده سنة أو سنتين. ليه ما نفتكرش أول مرة اتكلمنا مثلا، أول مرة مشينا؟ دي حاجات مهمة جدا، حاجات لازم تكون محفورة جوانا أصلا. بس الحقيقة إن عقلنا بيخزن كل ده في اللاوعي. الحاجات دي كلها موجودة فعلا، ما اختفتش، لسه جوانا بس مش قادرين نوصل لها. اللاوعي هو المتحكم الحقيقي في دماغك. تخيل إن مشاعرك، تصرفاتك، ميولك، وحتى ثقتك في الناس، كل دي حاجات بتحكم فيها لاوعيك بدون أي شعور منك. فاكر طيب لما كنت بتتكلم مع حد وفجأة قلت كلمة غريبة ملهاش معنى، أو افتكرت موقف قديم ملوش علاقة بالكلام اللي بتقوله؟ هو ده اللاوعي، بيحشر نفسه في الكلام بدون داعي. ساعات بيخلينا نقول حاجات وإحنا مش عارفين ليه قلناها، ويمكن نلوم نفسنا عليها بعدين. لكن لو ركزت هتلاقيها جاية من مكان بعيد جواك، مكان انت نسيت أصلا إنه موجود، لكن لاوعيك مش ناسي. مرة فرويد، عالم النفس الشهير، كان ماشي في الشارع، شاف بنت صغيرة لابسة طاقية حمراء. موضوع عادي وطبيعي صح؟ لكنه فجأة افتكر لما كان صغير ولابس طاقية زيها، ومن هنا عقله بدأ يفتكر أغنية كان بيغنيها زمان في الوقت ده، ومن الأغنية عقله بدأ يفكره بقصة ذات الرداء الأحمر، ومن هنا بدأ يفتكر ذكرياته مع أمه، وفجأة لقى نفسه في دوامة من الذكريات. عقلنا كده، كل ذكرى مربوطة بذكرى تانية حتى لو الرابط مش واضح بالنسبة لنا. الحياة مش مجرد أحداث بتحصل، دي شبكة معقدة من المشاعر والذكريات والتجارب، حاجات متخزنة جوانا. الطريقة اللي بنتصرف بيها، ردود أفعالنا، وحتى أحلامنا كلها متأثرة بحاجات إحنا مش شايفينها بوضوح. لو عاوز تفهم نفسك أكتر، حاول تلاحظ اللاوعي بتاعك. خد بالك من الأفكار اللي بتظهر فجأة في دماغك، والذكريات اللي بتطلع لك من غير سبب. لأن في النهاية الإنسان مش بس عقل واعي بياخد قرارات، الإنسان هو مجموعة من المشاعر والأفكار المدفونة اللي بتحرك حياته بدون ما يحس. ولو خلصت الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، وأشوفكم على خير في فيديو جديد في الشارع.